كلي يا حماتي، كلي يا حماتي بالهنا والشاف. ايه يا بنتي ده؟ ما انا هاكل يا حبيبتي، بتعملي كده ليه؟ طيب يا بنتي خلاص هاكل، خلاص بقى يا بنتي نزلي ايدك هاكل. انا عايزه اعرف بقى اللي انت حطيه في الاكل. حطيت ايه في الاكل؟ انا شفت ايدك وانت ماسكه سرنجه وبتحطي لي حاجه في الاكل. انا حقنتي الاكل بايه؟ ما فيش الكلام دوت، وما عملتش اي حاجه وما حصلش. لا انا شايفاكي بعيني. بقولك ما حصلش، شفتيني بعيني ازاي؟ وريكي ايه اللي في ايدك. ما فيش حاجه في ايدي. لا انا شايفه حاجه في ايدك. وانا بقولك حطيتي لي ايه تاني؟ حطيتي لي سم، عايزه تخلصي مني انا عارفه. امال ايه؟ انا ما حطيتش حاجه. امال تحطي ايدك على عيني ليه؟ ببص كده شفتك تحقني حاجه. طب دوقي وشوفي. لا دوقي ايه ده؟ انت اللي هتدوقيه يا اختي. يا علي يا علي ايه في ايه؟ تعالى يا ابني شوف مراتك بتعمل فيا ايه. تعالى. ايه يا حماتي اللي انت بتقوليه دوت بس؟ ابني يجي يشوف مراته عايزه تسم امه. يا حماتي عيب، يا حماتي ما ينفعش. انا هوريكي بقى يا علي. تعالى. ايه ياما؟ ايه ياما في ايه؟ في ايه عماله تزعقي؟ تعالى في ايه؟ مراتك يا اخويا لقيتها جت حطت الاكل. ايوه اقعدي كلي. لسه همد ايدي لقيتها تروح حاطه ايديها على عيني. ببص كده لقيت ايديها مسوعه مواربه. ابص الاقيها ماسكه سرنجه وتحط حاجه في الاكل. ايه؟ تحطي ايه في الاكل؟ اوعى تاكل بالاكل ده، هي عايزه تسماني انا عارفه. بتكرهني. ياما ايه الكلام الكبير اللي انت بتقوليه ده؟ تسمك ايه وتعمل ايه؟ انت بتقولي بقول لك ايه؟ تاهت والاناه انت لا خليها تيجي تاكل من الطبق ده. يا ماما ايه اللي بتقولي ده؟ ياما مراتي ايه اللي قاعده معاكي بقى لها 3 سنين وهتيجي تقولي تسمني؟ ياما الكلام ده كبير واللي انت بتقولي ده غلط. شايف يا علي؟ شايف ان امك بتعمله؟ لا 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 ما قبلش. لا في ايه بالظبط؟ ما قبلش. اكلها خليها تاكل لقمه. يا اختي انا مش جعانه، عايزه تاكلي. لا مش حكايه جوع، ويوم ما تحصل لك حاجه نبقى ساعتها نشوف. بس ايه؟ انا عايز افهم حاجه واحده بس. اتفضل. امي دلوقتي بتقول ان انت حاطط لها حاجه في الاكل، الكلام ده صح يا حبيبتي؟ يا اخويا حط ايه؟ هي امك فرخه؟ انا برضو بقول الله. وبعدين ايه يعني؟ انت طيبه يا امه وبنت ناس ومتربيه لا طب استنى، هتعمل كده ليه يا امه؟ قول لها. لكن بقى تعمليني وحش. بقول لك خليها تاكل لقمه مش كانت جوه، تاكل لقمه يا اختي. ما بس كده يعني هو ده اللي هيريحك يا امه؟ لو رفضت تبقى حاطه لي سم. يا ست خدي. طب وهو انا ارفض ليه؟ طب ما يا حبيبتي ايه المشكله لما انت اللي تاكلي؟ ادام انت عايزاني ان انا اقبل، لو هي كلت وحصل لها حاجه يبقى انا حاطه لها سم. صح. يا سلام. وانا اوضه اختبار كده ولا فار تجارب؟ ايه ومشي الاكل ده ايه؟ صح انا برضو بقول كده. اشيل الاكل. يا دي مصيبه. بقول لك يا اولاد. وهي والله العظيم هنزل. امشي. بتتهمني ان انا عايزه اقتل ضمي امك. يلا روحي. حط. ست كبيره يمكن بيتهيأ لها ولا حاجه. ايه مش عايزين نكبر مش للدرجات دي يعني دي بتقول لك قتل يا علي قتل. ست قومي بقى قومي وانا هتكلم معاها. ماشي شوفها كده، حاول تهدي الدنيا. ماشي خدي العيش يا حبيبتي. حط روحي يا حبيبتي. ايه ياما ده ياما؟ وانت هتقعد تتقلي؟ ما تقطع يا اخويا. ياما ايه اللي انت بتقوليه ده ياما ايه سرنجة ايه ده انت مش حاكم عليها تدوق بس لقمه، مش حاكم عليها. انت عارفه معناها ايه لما اشوفه في مراتي انها بتعمل حاجه ياما غلط تروح تقول لي انت بتكذب. طب ما تقول. ما هتقول حماتي حياه امك. هتقول حماتي بتعمل فيا يعني. بص بقول لك ايه، هي لو مش خايفه كانت قاعده تقول يعني خايفه تاكل لقمه. يا مراتي هتعمل لك حاجه في الاكل تقولي يا امال خايفه ليه تاكل؟ يما الله يبارك لك، انا هخش وقت واعرف منها كل حاجه وهشوف الاكل، هكشف لك على الاكل واريح. ولا قوم تكشف على الاكل. هكشف لك على الاكل. 60 نيله يا ريتها كانت جابت 100 بلا خيبه. اسمعي بقى يا ايه يا علي. انا قعدت اخد امي على هواها عشان ما تزعلش، بس عايز اقول لك كلمتين يا ايه وبصراحه كده. امي مش هتكذب ومش هتتبلى عليكي. ايه اللي بيحصل يا ايه حكايه السرنجه وحطيت لي مش عارف حاجه صفرة في الاكل وانا شفتها بعينيا؟ ايه الموضوع ده؟ انت بتتهمني؟ انت مصدق امك؟ لا بقول لك ايه، مش عايز انا اخش الدخله بتاع الصوبانيات دي. انت مصدق انا امك؟ مش بتكلم في كده يا ايه، انا عايز افهم ايه اللي امي بتقوله ده. انا ما اعرفش، انا اتفاجئت بيها. انا كنت قاعده جنبها بقطع لها اللقمه عشان تاكل، فجاه لقيتها بتقول لي كده وبتنادي عليك. استغربت. علي اوعى يكون امك عندها زهايمر، لازم نروح نكشف. زهايمر ده بتنسى مش بتشوف حضرتك. ماشي، ما هو ممكن الزهايمر بيتهيأ لها حاجات عشان هي لسه في بداية. شكلك اصلا عبيطه ومش فاهمه حاجه في اي حاجه، فانا مش هتعب نفسي معاكي. انا اصل ايه البيت اللهبل ده؟ نهار اسود ومنيل. الولاد
حياتي طلعت شايفه. امال انت اتحطيتي فين؟ انت لما انا غميت عينيها انت فتحتيها ازاي؟ خليتيها تشوف ازاي؟ ماشي يا حماتي، ما خلصتش منك اول مره، هخلص منك بعدها. يا نهار اسوح، احلى عصير ده ولا ايه ده؟ ايه اللي بتعملي ده؟ ماما؟ احلى عصير ممكن تشربيه في حياتك. عصير في ايه؟ عصير ايه؟ عارفه يا اما انا ما كنتش مصدقك لما قلت لي مراتك بتحط لك حاجه، بس لا انا شفتك بعينيا، شفتك كنت بتحطي بالسرنجه حاجه خضراء. يا علي الحمد لله الحمد لله شفت بعينك. ليه كده؟ ما كنتش مصدق امك. يعني امي كلامها صح يعني؟ لا 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 يا علي، وانت كدابه؟ لا استنى بس افهمك. ده انا كدبت امي عشانك. حقك عليا يا علي. حق ايه؟ بقول لك ايه، استنى هناخد ده معانا وناخدها انا وانت نوديها القسم. لا هنوديها القسم. اصبري يا علي، اما، علي عشان- اصبري بس عشان في حاجات الاول اعرفها. عشان خاطري خلاص. ليه؟ عملت لك ايه؟ دي ست كبيره وعماله تقول لك ده انت زي بنتي انت عارف ان من الاول وانا ما كنتش طايقه امك، من اول لما اتجوزنا وانا ما طيقتهاش ومش طايقاها. تموتيها؟ تودي نفسك في داهيه؟ يعني هي تموت وانت تتحبسي؟ طب وبعدين وانا مصيري ايه؟ الناس تقول عليا ايه لما اقول مراته وموتت امه وعيالك؟ عيالك ذنبهم ايه؟ حق ايه؟ هتموت امه وتلاقي حق؟ لا يا جبتلك حماتي. راجل هتشيلي اسمه، حقك عليا يا هتهلك حماتي. بيت. حق مين يا ام حق؟ موت امه. انا عارفه ان انا من خلاص ساعه ياما، لما اتجوزت وانا خلاص زعلتها انت مني. عشان ست طيبه ورب. اشحال ان انا قاعده بخيري، معاشي بصرف منه بدل جنيه 10. مش قاعده رامي حملي على حد، حتى على ابني من فلوسي. ياما انت عشان غلبانه وطيبه ربنا بيقف معاكي. بره لا يا علي، بره عند ابوكي. لا يا علي. خلاصي يا علي بره. والنبي انت طالق بره. طلعني يا علي. بره 60 داهيه. حقك عليا يا امي، حقك عليا وسامحيني. وانت ما كنت بكلمك ما كنتش مصدقني وتقول لها سامعاك، اما كنت تقول لها معلش بقى ست كبرت. هي اللي هو الكبر ده ايه؟ اتجنن بيخرف. ياما والله انا ما كنت اعرف ان هي ممكن تعمل كده. انا قلت انت يمكن برضه ست كبيره وبيتهيألك، وهي شفتي كانت عامله ازاي وتتكلم ازاي، وانا ما شكتش فيها ولا لحظه. هو ليه دايما الناس الكبار بيتهموهم ان هم خلاص بقوا مجانين؟ ياما. بقى عندهم تهيؤات. يعني ايه كل حاجه ست كبيره ولا راجل ياما بقى كبير؟ حقك عليا خلاص يا غارت في داهيه. في ايه مالك متوتره ليه كده؟ علي نورت يا حبيبي، نورت. تعالى اتفضل. لا مش عايز انور. اتفضل ايه بس يا بس علي. في ايه؟ وما بنورش ولا عايز انور. ده انا جاي اقعد مع بابا يومين، قلت له ان انا هاجي اقعد معاه يومين. هي ما قالتلكش ايه السخريه دي؟ بس يا علي. هي ما قالتلكش عملت ايه؟ لا ما قالتليش. يا نهار اسود. بس يا علي. انا برضه اقول انت يا عم ناجي ما كلمتنيش. انت انا راجل جايه زياره يومين ولا حاجه. عارف يا عم ناجي، انا اعرف ان انت راجل طيب يا علي طيب ومحترم، ما اعرفش ان بنتك ممكن تطلع ما تتكلم يا علي، خليت البار يلعب في عبي فيه ايه؟ فار. والفار بس اللي هيلعب في عبك ده مصيبه كبيره. بنتك كانت عايزه تسم امي، كانت عايزه إيه؟ تموتها. لا وايه؟ اول مره ربنا ستر وحطت في الاكل وما صدقتش امي وكدبتها. تاني مره قفشتها بقى بايدي وهي بتحط في العصير. يا علي يا علي. سلام. طب ليه؟ يا علي الكلام ده أنا- بجد؟ اقسم لا، بالله. انا هفهمك يا علي. فهميني يا حبيبتي. صلي على النبي. الحاجات دي ما فيهاش أنا حجج. اتخانقت ما من فيهاش عمك. حجج. وقولي. واتضايقت من امك، فعشان خاطر كده عملت كده. واساسا ازاي تتخانقي مع ازاي تتخانقي يا اسمع بس للاخر يا حاج، اسمع كملي. فانا ما كانش قصدي يعني ان انا اذيها، وبعدين ده كان هو بس. بيسمها بهزار. يعني هتموت ولا متزغزغ؟ لا ده كملي، حاجه كملي. انتوا بتوجع بتتكلموا البطن. جد يا جماعه ولا اقسم بتهزروا؟ بالله يا حاج زي ما بقول لك، بنتك كانت عايزه تموت امي، كانت عايزه تخلص من امي. يعني كانت امي هتموت ومراتي تتحبس والعيال تبقى امهم محبوسه وتبقى فضحت على الملأ. حقك عليا يا علي. مين اللي لعب في دماغك وقال لك اعملي كده؟ محدش. لا انت عقلك ما يجيبش الحاجات دي. بقول لك ايه؟ نعم. شيطان. اللي بتخلص من حماتها ولا من حماها وبتبقى ماشيه بطال ماشيه وسر وحد ضحك عليها، حصل الكلام ده؟ صح. لا حصل. حصل. عارف يا عم ناجي، لو هي لسه مراتي كنت بص دست على دماغها، بس للاسف انا طلقتها على فكره، بس طلقتها طلقه واحده، وانا جيت النهارده علي. عشان اقول لك بنتك يا طلق بالثلاثه ومش عايز اشوفها. وحقك هديهولك كله على دين مدريم عشان اللي زي دي ما تنفعش تعيش. يا علي اللي زي دي خربت بيوت. الله اعلم بقى مين اللي وزع ومين اللي ضحك عليها، بس ده مش موضوعي. انا موضوعي ان امي كانت هتموت وانا مش هسيب حق امي.
السلام عليكم. يا علي انا مش عارف ارد عليك واقول لك ايه. هترد لكن ايه؟ انا اتصرف معاك. رب بنتك يا حاج. عاجبك كده؟ يا علي يا علي. علي ايه؟ علي ايه اللي انت كنت هتموت امه؟ انا مش عارف اتعامل معاك ازاي ولا اقول لك ايه. واحده زيك من اولا اللي انت كنت هتعمليه ده ليه سبب وسبب خطير قوي. يا بابا. قولي لي عليه ونحل المشكله. ما قلتليش عليه زي ما جوزك رماكي في الشارع انا كمان هرميكي في الشارع. اخلصي يا بابا. يا بابا حماتي خنقتني في عيشتي يا بابا. خليتك يعني مسك الزمارة قاعدة معايا على طول يا بابا، ليل نهار اتخنقت منها. وهي الشقه بتاعتكم اوضه واحده. يا بابا ايا يكن برضو قرفاني طلبات 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 وهري هري هري يابا انا تعبت. كدابه ان ست غلبانه وقاعده في حالها ما لا بتهش ولا بتنس وكفايه انها ام جوزك. عايز ايه؟ زي امك. بقول لك ايه؟ واضح كده ان علي كان عنده حق، وطالما انت عملت حاجه زي دي يبقى انت بنت مش سليمه. ماشي اوعدك زي ما جوزك طردي. يا بابا ازاي بس؟ بلا ازاي بلا بتاع. يلا بطل شوفي مين اللي ضحك عليكي. بخص عليك وعلى تربيتك.